أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في أعماق واحدة من أكتر الحضارات اللي بتصير فضولنا في التاريخ، مصر القديمة. هنتكلم عن الإرث الفكري المذهل اللي سابوه، وهنكتشف إزاي أفكارهم دي مش مجرد تاريخ، لأ دي لسه بتشكل عالمنا لحد النهاردة. طيب السؤال الأهم والأكبر هو إزاي قدروا يبنوا حضارة قدرت تصمد وتعيش للأبد بالشكل ده؟ ده لغز حقيقي حير الناس آلاف السنين. إيه هو السر ورا كل العظمة دي؟ الإجابة بشكل ما موجودة في فك شفرة أفكارهم، وبالتحديد في أعظم اختراع وصلوا له، الكتابة. الكتابة كانت هي الأداة اللي خلتهم يقدروا يسجلوا كل حاجة، تاريخهم، علومهم، حتى أحلامهم. ودي كانت أول خطوة حقيقية في طريقهم للخلود. وعلشان نفهم الحضارة دي صح لازم نرجع للبداية خالص، للأساس. كل حاجة بدأت من الحاجة لتسجيل المعلومات والتواصل، ومن هنا بالظبط بدأت القصة كلها. المصريين القدماء كانوا عمليين جدا، يعني ما طوروش نوع كتابة واحد وخلاص، لا دول عملوا نظام كامل يناسب كل غرض. كان عندهم الهيروغليفية، الخط المقدس بتاع المعابد والمقابر، وبعدين الهيراتيقية، وده خط أسهل شوية للوثائق والأدب، وبعد كده الديموطاقية، ده بقى بتاع الاستخدام اليومي السريع، يعني لكل مقام مقال ولكل غرض كان فيه شفرة خاصة بيه. طيب خلينا نتخيل المشهد كده. كاتب مصري قديم قاعد قدامه حتة بردية وفي إيده قلم معمول من البوص بيغمسه في الحبر علشان يسجل حاجة مهمة، ممكن تكون رواتب موظفين أو حتى يكتب قصيدة. هي دي الأدوات البسيطة اللي في شكلها، لكنها كانت السبب في تحويل الأفكار اللي في الدماغ لحقيقة ملموسة، حقيقة إحنا بنشوفها ونقراها بنفسنا لحد دلوقتي. طيب دلوقتي بقى عندهم الأداة اللي يسجلوا بيها المعرفة. إيه الخطوة الطبيعية اللي بعد كده؟ طبعاً إنهم يبنوا أماكن عشان يحفظوا المعرفة دي ويكبروها. والمصريين القدماء ما عملوش أي حاجة والسلام، لا دول راحوا أسسوا اللي سموه بيوت الحياة والمعرفة. وهنا بقى بتبان عبقريتهم بجد. هم فهموا إن مجرد تسجيل المعلومة ده لوحده مش كفاية خالص. المعلومة لو فضلت على ورق البردي هتفضل مجرد حبر. كان لازم يكون في نظام كامل، نظام تعليمي ومراكز بحثية علشان يضمنوا إن المعرفة دي بتتنقل وبتكبر، وده اللي بيضمن استمرار أي حضارة. والمصريين القدماء أسسوا نظام تعليمي متكامل بمعنى الكلمة. كان عندهم مدارس متخصصة في كل حاجة ممكن نتخيلها، لغة، حساب، طب، تشريح، هندسة. لكن أهم حاجة درة التاج بتاعت النظام ده كله كانت جامعة أون، أو زي ما كانوا بيسموها بيت الحياة. دي مش مجرد جامعة، دي بتعتبر أول مركز بحثي علمي حقيقي في تاريخ البشرية كلها. كانت بتجذب العلماء والطلاب من كل مكان في العالم القديم. تمام، دلوقتي عندنا أدوات الكتابة وعندنا المؤسسات اللي بتحفظ المعرفة. إيه اللي حصل بعد كده؟ هنا بقى بدأت مرحلة الإبداع الحقيقي. المصريين القدماء بدأوا يستخدموا كل ده عشان يستكشفوا العالم اللي حواليهم، ويستكشفوا أعماق النفس البشرية من خلال الأدب والعلوم بشكل محدش عمله قبلهم. لما نبص على أدبهم بنلاقي تنوع رهيب، من نصوص دينية معقدة زي كتاب الموتى لقصص مغامرات شيقة زي قصة سنوهي، وكمان أدب الحكمة اللي فيه نصايح عن الأخلاق والحياة. بس المهم هنا مش بس التنوع ده، الأهم إن الأدب بالنسبة لهم ما كانش مجرد تسلية أو رفاهية، لا ده كان أداة أساسية عشان يفهموا العالم ويفهموا نفسهم. ممكن حد يفتكر إن كل الإنجازات دي مجرد حكايات من الماضي البعيد، بس الحقيقة إن تأثيرها ممباشر جداً على حياتنا. زي ما المصدر بيقول بالظبط، التقويم الشمسي اللي بنشتغل بيه النهاردة أصله مصري قديم. 365 الرقم ده مش مجرد رقم بنشوفه في النتيجة كل يوم. الرقم ده هو شهادة على الدقة المذهلة لملاحظاتهم الفلكية وقدرتهم على تحويل الملاحظات دي لنظام عملي جدا، نظام نظم حياتهم كلها من مواعيد الزراعة والفيضان لحد ما وصل إنه ينظم حياتنا إحنا كمان دلوقتي. العلوم بتاعتهم ما كانتش مجرد كلام نظري في الكتب، بالعكس كانت أدوات عملية لحل مشاكل حقيقية بتقابلهم. استخدموا الرياضيات عشان ينظموا الضرائب والتجارة ويحسبوا مواعيد الفيضان، واستخدموا الهندسة عشان يبنوا الأهرامات والمعابد اللي لسه واقفة لحد دلوقتي. وكان عندهم طب متقدم جدا في تخصصات ومستشفيات، وطبعا الكيمياء اللي دخلت في كل حاجة من صناعة الأدوية والألوان لحد عملية التحنيط المعقدة. ودلوقتي هنوصل لأكتر حاجة بتعبر عن فكرتهم عن العالم وعن الخلود، وهي إزاي يستخدموا كل المعارف اللي وصلوا لها دي في هدف واحد أسمى هزيمة الموت والبناء علشان الأبدية. التحنيط، الكلمة دي لوحدها مرتبطة بمصر القديمة، بس الموضوع أعمق من مجرد طقس ديني. التحنيط كان تطبيق مباشر ومادي لعلمهم في التشريح والكيمياء،
وكل ده كان بيخدم فكرتهم الأساسية عن الحياة بعد الموت. هو ده بالظبط الجسر اللي ربط بين العلم والإيمان عندهم. حتى المقابر نفسها بتحكي قصة تطورهم الفكري. الموضوع بدأ بحفرة بسيطة في الرمل، بعدين اتطورت لمصطبة بغرفة أو غرفتين، وبعدها شفنا الهرم المدرج، وفي النهاية وصلنا لشكل الهرم الكامل العظيم. التطور ده ما كانش بس زيادة في الطموح، لا ده كان انعكاس مباشر للقفزات الهائلة اللي حققوها في الهندسة والرياضيات. وهنا في نقطة مهمة لازم نوضحها، وهي إن كان في نوعين أساسيين من المعابد. النوع الأول هو المعابد الجنائزية زي معبد حتشبسوت، ودي كانت بتتعمل مخصوص عشان طقوس الفرعون بعد وفاته. والنوع التاني هو معابد الآلهة زي الكرنك والأقصر، ودي بقى كانت للعبادة اليومية بتاعت إله معين. عند المصري القديم الفن ما كانش مجرد حاجة شكلها حلو وخلاص، لا الفن كان ليه وظيفة عملية ومهمة. يعني تمثال أبو الهول الضخم أو الرسومات الملونة الدقيقة جوه مقبرة توت عنخ آمون، كل ده كان ليه هدف واحد: ضمان استمرارية الحياة بعد الموت. الفن كان حرفياً بيخلق واقع أبدي للمتوفى يعيش فيه. لكن عظمة الحضارة المصرية ما كانتش محبوسة جوه حدودها. زي ما فيضان النيل كان بينشر الحياة، أفكار وتقنيات الحضارة دي انتشرت هي كمان وأثرت في كل اللي حواليها، وخصوصاً في الجنوب. لو بصينا على النوبة في شمال السودان هنلاقي تأثر واضح جداً بالحضارة المصرية. يعني مثلاً النوبيين بنوا أهرامات صغيرة لمقابرهم، وتبنوا عادات الدفن المصرية والرسومات اللي على جدران المقابر. والأكتر من كده إن فنانين وحرفيين مصريين شاركوا بنفسهم في بناء وتزيين معابد هناك، زي معبد آمون في جبل البركل. ده بيورينا قد إيه كان في تواصل وتبادل ثقافي عميق بين الحضارتين. وفي الآخر بعد كل اللي شفناه ده بيفضل سؤال مهم يخلينا نفكر: بعد آلاف السنين إيه هو الصدى اللي سابته الحضارة دي في عالمنا النهاردة؟ من التقويم اللي في كل بيت ومكتب لأساسيات الهندسة والطب، وحتى مجرد فكرة إن الإنسان يقدر يبني حاجة تعيش للأبد. إيه هو أكبر أثر سابوه في حياتنا؟ سؤال فعلا يستاهل نقف عنده ونتأمل فيه.